جيتي سحبتي، طبعا هذا الكلام كله لازم يستخدم مادة الحماية. ماشي تمام. جيتي لما سحبتي واشتغلتي وصلتي لدرجة انه وقفتي على الاورنج او طلعتي شوية الاورنج الغامق، يعني في اصفر في اورنج، بس ايش بدك توصلي للاصفر لانه بدك لون بلاتيني او ثلجي او سيلفرات. ما وصلتي للاصفر، الشعر تعب، تغسلي له اياه فورا، بتقولي له اياه بدون ما تخافي، ما تخافي. والى ما دام شعرك ما تحمل سحب رح نعمل ستوب ونغسل الشعر كرمال حفاظا على شعرك. المشاكل اللي عم بتصير انه الاخصائيه عم بتخاف تخبر زبونتها، قولي له شعرك ما عطاني، ما سمح لي يسحب للدرجه اللي انا بدي اياه، للون اللي انت بدك اياه، شعرك بده يتضرر فانا غسلته، فانا هلا هون واصل للاورنج انا مضطره. فهي حتقول لك لا انا بدي، لا ما لا انا ولا انت، شعرك تضرر. طيب اكمل وشعرك يحترق؟ طبعا حتقول لك لا. بهالحاله هاي هون بيجي انت كاخصائيه احترافيتك وابداعك. خلص مهمة الزبونة راحت، أنا قلت لها للزبونة وفهمتها وشرحت لها إنه شعرك هو اللي وصلني لهالنتيجة بسحب اللون اللي هو الأندرتور الشعرة. طيب ماشي، خلص ريحنا الزبونة وأنت كمان ارتحتي، ما صار عندك ستريس ورعب وهذا الكلام للشمس. الشمس وينك؟ ما بترتعبي، خلص كنتي صريحة مع الزبونة. هلا هون اختيارك للون، الصبغة، الرقم، واختيارك للانعكاسات. انا كيف بدي بقى يعني اصحح اللون؟ طيب اولا ايش الانعكاس اللي لازم اختاره؟ ثاني شيء ايش الكمية؟ وايش انعكاس قبل انعكاس؟ طيب صبايا انتبهوا كثير لهالمعلومة، يعني هاي المعلومة تتقل بالذهب. انا بجيب شعر الزبونة، انا كاخصائية بشيك على شعر الزبونة، درجة السحب اللي انا وصلت له حيكون في اورانج وفي اصفر، قد يكون في شوية احمر نحاسي، قد ما يكون. ليش؟ لانه انا لما بدي اطول بالي على الشعر واكون حريصه بدي اعمل سحب قدر الامكان انه اطلع من الحمار النحاسي. فانا طلعت من الحمار النحاسي، هلا بحكي لكم اذا ما طلعت كيف نتصرف. وهلا انا هلا طلعت من الحمار النحاسي. ايش الاندرتون الالوان الموجوده عندي؟ عندي اصفر وعندي اورنج. عندي في الخصل اللي انا سحبته اصفر واورنج. كيف بدي اتعامل معه؟ اول شيء بجي بشيل الاورنج وبشيل الاصفر لحتى احصل على لون حلو. الاورنج ايش اللي بيشيله؟ هو الرمادي اللي بالانعكاسات رقم 1. طيب خلصت مشكلة الاورنج. الاصفر ايش بيشيله؟ الموف البنفسجي الفيوليت او الفايلت. طيب هلا هون عملنا نحن لقينا حل لمشكلتين، الاورنج والاصفر. طيب هلا الانعكاس اين هو الابدى الثاني؟ مو لازم احط انعكاس قبل الانعكاس. ليش؟ لانه انا اذا اخترت رقم بعدين بوينت بعدين انعكاس بعدين انعكاس، طب انا امتى بحط واحد قبل الثاني؟ يعني مثلا انا اخترت اورانج واخترت موف، يعني الاورانج هو 1 والفايلوت هو بغالبية الشركات 2. طيب انا لنفترض بدي اختار رقم 7 صبغة اللي هو اللي بدي اثبت اللون 7 بوينت، هل اختار واحد؟ امتى بختار 1 2 وامتى بختار 2 1؟ لانه حتى نسبة الاختيار بده يكون على علم وعلى بينة، مو انا بشكل عشوائي بدي اجيب الانعكاس ما بخلطه بشكل عشوائي. الصبغات ما لازم ينخلط بشكل عشوائي، الصبغات عن علم بينخلط بناء على الكلام اللي هلا عم اشرح لكم عليه عنه. طيب انا هلا هون هل انا كاخصائيه بدي اختار الرمادي قبل ولا البنفسجي قبل؟ حتقولي لي طيب ايش حيفرق؟ لا حيفرق. الانعكاس اللي قبل قوي، الانعكاس الثاني ضعيف. كل ما كان انعكاس قريب من البوينت كل ما كان قوي للرقم اللي انا بدي احصل عليه بدي اياه، كل ما كان انعكاس ثاني بيكون اخف. فهمتوني صبايا؟ لذلك الصبغات عن علم بينخلط بناء على الكلام اللي هلا عم اشرح لكم عليه عنه. طيب انا هلا هون هل انا كاخصائيه بدي اختار الرمادي قبل ولا البنفسجي قبل؟ حتقولي لي طيب ايش حيفرق؟ لا حيفرق. الانعكاس اللي قبل قوي، الانعكاس الثاني ضعيف. كل ما كان انعكاس قريب من البوينت كل ما كان قوي للرقم اللي انا بدي احصل عليه بدي اياه، كل ما كان انعكاس ثاني بيكون اخف. فهمتوني صبايا؟ لذلك كتير مهم اختار، اعرف انا كاخصائيه اختار
اي رقم او اي انعكاس احطه اول واي انعكاس احطه ثاني. طيب هذا الشيء ما بيعتمد على والله انا بروفيسوره، لا، بيعتمد على السحب برضو، على النتيجه اللي وصلت لها في السحب. برجع للشعر بطلع نسبه الاورانج اعلى ولا نسبه الصفار اعلى. تمام تمام. بشوف نسبه الاورانج اعلى، بختار الانعكاس الاولاني 1، يعني حيكون الصفار تالي 7.1، معناته الصفار قليل. اخترت الثاني الصفار، معناته هون بصير 7.12. ايش صار عندي؟ صار عندي الواحد بده يصحح لي الاورنج الموجود في الشعر، واثنين بده يصحح لي الاثنين هو فايوليت بده يصحح لي الصفار بالشعر. ليش؟ لانه نسبة الصفار اقل من الاورنج، فانا اخترت الرمادي قبل، بعدين الاصفر، بعدين الفايوليت اللي هو بده يغطي لي الاصفر. فهمتوا العملية صبايا؟ هي مهمة جدا وخطوة خطيرة جدا، وبنفس الوقت سهلة وسلسة إذا فهمتي المعلومة اللي أنا هلأ أعطيتك إياها. بختار الانعكاسات حسب كمية اللون المزعج الموجود في الشرح بقمة الروعة. تسلمي لي يا قلبهار حبيبة قلبي. شايفين الانعكاس أنا بختاره، برجع بكرر، ما بختار انعكاس عشوائي، بختار الانعكاس حسب وجود المشكلة الموجودة على الشارة. الأورنج أكتر بختار أول انعكاس رمادي، الأصفر أكتر أورنج قليل بختار الانعكاس البنفسجي اللي هو 2، بعدين الرمادي، وهكذا بصير اختيار الألوان. وهلأ صبايا رح نحط مادة الحماية اللي هي من تركيبتي الخاصة، اللي أنا دايما بذكركم فيها إنه ما بقدر أعمل أي خصل أو تفتيح سواء سحب لون كامل بتركيبة الميش أو هي الباودر والأكسجين إلا ما أحط زيت الحماية اللي من تركيبتي. يلا نحط بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة.